السلام عليكم. ليه بعض أفران البوتاجاز بتنزل بحجم كبير أو حجم صغير؟ طبعا حضراتكم هتقولوا إن فرن البوتاجاز الأكبر هو الأفضل. طب لو الكلام ده صحيح، ليه الشركات بتصنع أفران البوتاجاز الصغيرة وإلى الآن؟ تعالوا مع بعض سريعا وفي ثواني معدودة نعرف مميزات وعيوب كل واحد. البوتاجاز اللي معانا، مع ان العرض بتاعه من الخارج 90 سنتي، الا ان حجم الفرن بتاعه من الداخل صغير، وده لان العزل الحراري اللي موجود في الجوانب السمك بتاعه كبير. ميزة العزل الحراري اللي موجود في الجوانب انه بيحافظ على التقفيلة اللي موجودة جنب الفرن من الحرارة، بيخلي الفرن يحتفظ بدرجة الحرارة بتاعته لفترة اطول، ما بيخليش المطبخ حرارته مرتفعة بصفة عامة ويضايق ست البيت. لكن عيبه ان بياخد صواني الحجم بتاعها بيكون صغير. انما فرن البوتاجاز لو حجمه كبير زي البوتاجاز اللي موجود معانا، فبالتالي بياخد صواني حجمها اكبر. لكن عيبه ان جسم البوتاجاز بيسخن وبيأثر على المفاتيح لو مفيش مروحة تبريد، وكمان بيزود من درجة الحرارة داخل المطبخ. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة وسريعة. السلام عليكم.